السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده عملنا شوية صوصات تنفع للمشويات، تنفع جنب الاكل، جنب البيتزا، جنب الكريب، جنب كل الاكلات. البطاطس المحمرة عملنا تومية حراقة بالشطة وتومية مش حارة، وعملنا كاتشب، وكمان عملنا فطاير بالجلاش بالسمسم. تحفة يا بنات، وحشوات بقى مختلفة وحاجة كده فاخر من الاخر. وكمان عملنا برضو سندوتشات تانية. هوريكم الفيديو دلوقتي. النهارده اهم حاجه عندي الفيديو ده، هوريكي طريقه التوميه البسيطه السهله اللي هي ما بتكلفكيش حاجه، واقتصاديه جدا جدا. انا هنا جبت ايه 3 معالق نشا كونوا كبار مليانين يعني هرميين، وحطيت عليهم كوبايه ميه ورفعتهم على النار علشان اسوي الدقيق. اسوي الدقيق، بصوا تفضلي ايدك تقلب فيه كده لحد لما الدقيق يختفي ويبقى لونه كده يعني مش ابيض بقى خلاص، الدقيق الابيض يختفي، يبقى لونه كده كده اوفايت كده، تبقى جميل. وبعد كده لما سويتها اجيبها بقى في طبق كده وافردها علشان بس تتهوى. يعني دي انا بحطها عشان انا مستعجله وعايزه ايه اهوها يعني. ابردها، مش هبردها قوي قوي يعني، تبقى دافيه شويه يعني، مش عايزه برضو تبرد قوي. هسيبها كده في الطبق بقى شويه لحد ما احضر بقيه المكونات بتاعتي بتاعت التوميه بطريقه سهله وبسيطه. وبصوا مفيش اسهل من كده، هتبقي استاذه في التوميه السوري. ده حبه التوميه لما بنجيب وجبه بيدونا بق قد كده. هنا عندي كوبايه الميه، عندي ليمونه معصوره، هنا عندي توم، هنا عندي زيت، 3 معالق زيت. تمام يا حبيبي، عشان مش عايزه انا اقول نقعد نحط زيت نزيد لحد ما القوام اللي احنا عايزينه. لا، انا مش عايزاها كلها زيت وتعم على قلبي. لا، انا حطيت الميه، وممكن تستبدلي الميه بلبن، فدي براحتك، بس انا طبعا عشان اقتصاديه هنحط عليها ميه. فهنا حطيت الخليط اللي انا سويته على النار، اللي هي 3 معالق دي الهرميين بكوبايه الميه. وبعدين بقى احط كله في قلب بعضه في الخلاط، في الشفشق بتاع الهاند بلندر، في اي حاجه، المهم ان احنا نضربه في الكبه. فانا النهارده هضربه بالهاند بلندر كده بسيط، اخف برده من الخلاط. حطيت الثوم وحطيت الليمون وهحط الزيت وحطيت الميه، وابدا اضربه لحد القوام اللي انا عايزاه. طب نفرض ان هي طلعت تقيله، زوديها شويه ميه، ما فيهاش اي حاجه. طب طلعت خفيفه، هتحط عليها نقطتين زيت، نقطه نقطه، وتضربي لحد ما القوام بتاعها يبقى مظبوط زي ما انت عايزاه. في ناس بتحبها تقيل، في ناس بتحبها خفيف، في ناس بتحبها وسط. فانا كمان كنت هنا عندي مايونيز اللي هم 3 معالق مايونيز. وعلى فكره ممكن تستغني برضو عن المايونيز، بس بصراحه بيديها قوام حلو. في مايونيز بيتباع يا جماعه سايب 5 ب10 من السرجه، بيبقى جميل قوي قوي برضو وحلو، ما بيبقاش وحش ولا جميل جدا جدا. فبرضو اوفر، صدقوني لما تكوني مزنوقه تجيبي. وانا عامله لكم المايونيز قبل كده على القناه بتاعت يوميات مس امال. فانا النهارده ان شاء الله هنزل لكم الفيديو ده، مش عارفه بقى على قناه يوميات امال ولا منوعات شهد وماما. تابعيني وخشي كده جوله في القناه واتفرجي على فيديوهاتي كلها بساطه، وازاي تمشي بيتك باقل الامكانيات، وفي نفس الوقت مش حارمه عيالك من اي حاجه ولا حارمه بيتك. طبعا التوميه دي عملتي همبرجر لاولادك، عملتي بانيه، عملتي اي حاجه في السندوتشات هتحطها لهم عليها، فبيبقى جميله جدا جدا. وعامله لكم وصفات للمدرسه كمان، خشوا القناه شوفوا. الكوبايه بتاعت الميه انا ما كنتش ماليها برضو قوي، فحطيت كده حوالي ربع كوبايه ميه تاني، وابدا اضرب لحد ما اشوف القوام اللي انا عايزاه واللي مطلوب مننا فيه. فهنا بقى بصوا القوام بقى بتاعها جميل قوي. ما تنسوش تحطوا حبه الملح وتدوقي برضو، لو لقيتي التوب بتاعها قليل برضو حط حبه كمان، مش مشكله. يعني دي كلها يا جماعه مش مقادير والله بالظبط بالظبط يعني، بس انت برضو ايه، انا بديكي اللي اول مره تعمل. شايفين القوام بتاعها كريمي وجميله ازاي، ما فيهاش اي تكتلات. فضيتها بقى انا في طبق كبير كده، بوله كبيره، علشان انا عامله النهارده رز بسمتي، وعامله ستريبس، وعاملين جلاش صوابع وجلاش مربع زي الفطاير كده. فمحتاجه التوميه طبعا، ومحتاجه الكاتشب، اكلات كده تحب الحاجات الحرشه دي. نوفر بقى من السلطه شويه، القطه ب 15 جنيه، نوفر شويه من الحواجي اللي هو الترش البلدي حادق. قلت برضو نغير، والاكلات دي بصراحه تبقى عايزه التوميه والكلام. بصوا القوام جميل ازاي وكريمي ازاي، شايفين تحفه ولا طعمها بقى في منتهى الجمال. ده انت لو جبتي رغيف بس كده وغمستي من غير اي حاجه هتتبسطي، والله طعمها طلع تحفه تحفه.
ما فاتش الا بصراحه الا من الحاميه، لان الولاد كان في منهم زور وجعوا بقى على دخول المدارس، بقى الزور وجع الاحفاد بقى وبنتي وكده. بس انا اكلت منها برضو، كانت جميله جدا جدا. فخدت بقى كده حبه واحط عليهم شويه شطه، عشان الناس اللي بتحب سبايسي تعملها، والناس مش بتحب سبايسي تعملها برد عادي، ما فيهاش اي حاجه يعني. توميه حار وبارد. حطينا بقى شويه شطه. الشطه دي يا بنات مولعه. الشطه دي كنت واخداها هديه على كيس رز بسمتي من فتح الله. مش عارفه كان بحاجه و60، بس الرز طلع طويل التيده وطلع جميل جدا، ما كنتش متوقعه حلاوته والسعر بتاعه ده. فجبت كيسين بصراحه، عملت كيس. ودعنا الاجازه بقى بالطوميه والرز البسمتي بقى وايه، وظبطت الولاد والحمد لله، وتهنوا واتبسطوا. وكانت اكله جميله قوي. وانا زي ما بقول لك كده، لمي عيلتك باقل التكاليف وباقل حاجه. بصوا، مش لازم نطبخ وبط ووز وفراخ، الدنيا صعبه والدنيا غاليه. اطبخي اي حاجه، بس لمي ولادك، لمي اهلك، لمي مامتك، لمي اخواتك، باي حاجه بسيطه. والله كفايه قعده العيله دي تبقى جميله قوي، دفء اسري كده. يا رب التوميه تكون عجبتكم، جربوها وتقولوا لي متابعيني منين، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله حبايب قلبي ونور عيني.